السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن ازاي يخلي الوورد يحفظ اوتوماتيك، وكمان ازاي يعمل ريكفر لو النور قطع او الجهاز فصل، يجيب لي اخر حاجه انا كنت شغال عليها في الوورد. خليكم معايا. اول حاجه هتعملها لازم تتاكد ان المستند بتاعك محفوظ، واتفقنا واتكلمنا كتير جدا اول ما تفتح الوورد او الاكسل او اي برنامج من برامج الاوفيس لازم تحفظ الاول قبل ما تعمل اي حاجه. هو انا هحفظ الورقه بيضاء؟ ايوه، احفظ المستند فاضي خالص، وقلنا الكلام ده اكتر من مره، علشان الجزء اللي احنا هنشرحه ده قايم على ان المستند اساسا محفوظ، وهو بيحفظ اوتوماتيك على المستند بتاعك. انما لو المستند مش محفوظ اكنك ما عملتش اي حاجه. طيب احفظ الاول المستند ازاي؟ تعالوا نعمل ريفرش كده على الكلام ده. احنا قلنا ان علشان تحفظ المستند يا اما من قائمه فايل وسيف، يا اما من علامه الديسك اللي فوق دي، يا اما كنترول اس. الطريقه اللي تريحك اشتغل بيها. انا هعمل كنترول اس او من قائمه فايل وسيف، وبعدين هبدا احفظ المستند عندي. افتح جهاز الكمبيوتر من براوز واشوف انا عايزه احفظ المستند ده فين، وليكن مثلا هحفظه في الدوكيمنت زي ما هو كده. طبعا انت بلاش تحفظه في الدوكيمنت وبلاش تحفظه في السي خالص، احفظه في الاي او الاف او في الدي او في اي حاجه بعيد عن السي، علشان يبقى شغلك محفوظ، ولو حصل لا قدر الله اي حاجه للويندوز بتاعك الشغل بتاعك ما يروحش. انا هخليه زي ما هو في الدوكيمنت، وهخليه باسم مثلا تدريب 1، وبعدين هسيفه كده. المفروض ان المستند بتاعي اتسيف خلاص كده. خلاص انا عملت اول خطوة اني سيفت الوورد بتاعي. تاني خطوة تعملها هو بقى الشغل اللي احنا عاملين عليه الفيديو ده، ازاي اعمل او ازاي اخلي الوورد يحفظ اوتوماتيك من غير ما انا اعمل كل شوية كنترول اس او فايل وسيف او علامة الديسك اللي فوق دي. اول حاجة هتعملها روح قائمة فايل، وهتروح على حاجة اسمها اوبشن، وبعدين من اوبشن هتدوس على حاجة اسمها سيف، وتتأكد ان انت عامل علامة صح على سيف اوتو ريكفر انفورميشن افري. وهنا كاتب لك غالبا بيبقى 10 مينت، خليها مينت واحدة بس. انت كده بتقول للوورد احفظ او ادي امر الحفظ كل دقيقة. طبعا انت ليك مطلق الحرية تخليها دقيقتين 3 براحتك. بصراحة انا لو في اقل من دقيقة كنت عملتها يعني. طيب دي رقم 1. يبقى كده انت اديت امر للوورد ان هيدوس لك كنترول اس لوحده من غير ما انت تعمل كنترول اس، هيدي امر السيف لوحده. تاني حاجة حط علامة صح برضو على keep the last auto recover version if I close without saving. يعني لو انا قفلت الوورد او الوورد اتقفل مني او الجهاز قفل او النور قطع او اي حاجة حصلت بناء عليها ان الجهاز فصل فجأة وانا بكتب، افتح لي الوورد المرة الجاية على اخر حاجة انا كنت بكتب فيها. ودي بصراحة حاجة رائعة رائعة اما تبقى انت بتكتب. طبعا انا بتكلم على جهاز كمبيوتر. لو انت بتكتب على جهاز كمبيوتر والنور قطع فجأة او حصل اي حاجة كل شغلك بيروح، لا الخاصية دي او الاداة يعني الاوبشن ده بيخليك المرة الجاية اما تيجي تفتح الوورد هيفتح لك على اخر حاجة انت كنت كاتبها، وعلى اساسه تقدر تحفظ المستند ده مرة تانية. فدي حاجة يعني جميلة جدا جدا في الوورد انك انت تعملها. طيب بعد ما تخلص، بعد ما تعمل علامة صح على الاتنين دول، هتقول اوكي، وبعدين ادي امر الحفظ وخلاص كده، وانت كده جاهز والوورد بتاعك جاهز. بس مش معنى ان انت عملت الكلام ده ان انت برضو ما تعملش كنترول اس. احنا بنعمل زي خط دفاع كده في الاخر خالص لو حصل ان احنا نسينا او حصل حاجة او النور قطع وهكذا. انما انت لازم تبقى واخد انك انت تعمل كنترول اس. اعمل كنترول اس او سيف كل شوية علشان يبقى كل حاجتك انت متأكد انها موجودة او محفوظة عندك. ولو حصل في الامور ولا قدر الله حاجة حصلت، يبقى انت عندك الاوبشن اللي انت عامله ده خط دفاع اخير ليك ان شغلك ما يروحش. طيب قبل ما نقفل الفيديو انا عايزة اختبر قوة الملاحظة بتاعتك، وهل انت مركز معايا في الكورسات اللي فاتت في الوورد ولا لأ.
المفروض دلوقتي ان في مشكلة في المستند ده لازم احلها علشان اقدر اكتب وما يبقاش في مشاكل تقابلني قدام. المفروض دلوقتي ان انا بكتب بالعربي، ايه اللي المفروض اظبطه دلوقتي وايه الغلط اللي في المستند ده دلوقتي، واظبطه ازاي او اصلحه ازاي. الناس اللي تعرف الاجابة اكتب لي تحت في التعليق ايه هي المشكلة. لو معرفتش لسه الخطأ فين في المستند بتاع الوورد بتاعي دلوقتي، انا هسيب لك رابط فوق هيظهر عندك على الشاشة، ادخل الرابط ده واتفرج عليه. الرابط ده بيشرح حاجة مهمة قوي في الوورد، وبعد كده هتعرف ايه اللي المشكلة الموجودة دلوقتي او ايه الخطأ الموجود دلوقتي في المستند ده المفروض انا اصلحه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.